صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا، وفيديو جديد عند مطوع في المطريه. النهارده النهارده الجمعه، انا جايه في يوم رايق كده عشان اصور لكم. مفيش بص المحل هس كده، نتكلم براحتنا ونصور براحتنا. في تشكيل جامد قوي، بركال وعمريه، بسم الله ما شاء الله. في تشكيل في العمريه حلو قوي، في رسومات حلوه هنتاكد عليها دلوقتي واحنا بنصور الفيديو. وكمان الباكستاني كله بالوان الساده اللي كنا مستنظرينها. رجعت تاني. انا عارفه ان انا ما صورتش فيديوهات من زمان، بس حبيت اصور الفيديو ده اولا عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. يا جاي متاخر شويه، بس والله انتوا عارفين ان انا باجي في الوقت ده وببقى مضغوطه شويه عشان الموسم وكده والاوردرات والقصه اللي انتوا فاهمينها دي. حبيت ان انا اصور لكم النهارده. عجبني التشكيل قوي، وعارفه ان احنا في عيد والناس كلها بتفكر تفرش دلوقتي عشان خاطر العيد وتجيب ملايات جديده للعيد يعني. فحبيت اعرفكم ايه الرسومات الجديده، وفي كام رسمه قوي حلوه قوي عمريه بالوان ساده حلوه قوي مع بعضها، جميله عجبتني. وكمان البركال كله انا ما كنتش صورت اصلا. البركال اللي نزل كله اشتغلنا فيه حاجات حلوه جدا، بس انا ما كنتش صورت عشان زي ما انتم عارفين ضغط الشغل قبل العيد. خلينا نلف الكاميرا ونشوف المحل الجديد بتاع مطوع. المحل فاتح بقاله فتره، وانا كنت قايله لكم ان انا اول ما يفتتح حاجه اصور على طول، بس والله غصب عني. فقلت النهارده ليه لا، وانا كده جيت في يوم رايق كده، يوم الجمعه ده، عشان اخد اوردراتي واخد شغل كده في الروقان. قلت اصور لكم المحل كده هس والدنيا رايقه. كل التشكيل الحلو اللي عنده مطوع تشوفوه وتستمتعوا كده بالتشكيل الجميل ده. هلف الكاميرا دلوقتي ومطوع هيقول لكم على الاسعار كلها الجديده، وايا كان اسعار جديده او قديمه هركز معاكم. اكيد المحل بسم الله ما شاء الله كبير وواسع والتشكيل فيه حلو قوي. هركز معاكم على كام رسمه كده ان شاء الله هتعجبكم من وجهه نظري يعني في الاذواق في الرسومات الجديده. يلا بينا نلف الكاميرا ونشوف التشكيل الجديد ونشوف المحل الجديد بتاع مطوع ونعرف مكانه فين والتفاصيل ده كلها. يلا بينا. الف مبروك يا مطوع. الله يبارك فيك يا باشا. يا جايه متاخره شويه بقى، بس انت عارف الظروف. انت بقى اللي كنت غلطانه عننا. يلا بقى مش مشكله، احنا برضك مش متاخرين عنك اهو. بص دي اليافطه بتاع المحل اهو، دي رقع العسل اهي. بص مش حاطط حد في العيال خالص الا رقع. لا بقى دي عسل بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب يا مطوع. طب هنبدا بايه؟ ان شاء الله باذن الله هنبدا بمواعيد المحل. تمام صح كده؟ مواعيد المحل يا جماعه اربع وخميس وجمعه وسبت. مواعيد المحل بتاعتي هنا في المطريه. على فكره المحل هنا مفيش، بص مطوع كان فاتح فين؟ مفيش خطوتين ورا كده. خطوتين ورا كده هو فاتح اهو. بص يعني يعتبر في نفس المكان يعني. مفيش مشكله، نفس الشارع هو. تمام. مواعيد المحل اربع وخميس وجمعه وسبت في المطريه. يوم الثلاث في فيصل كفر هرمز. تمام اللي بنصور فيه على طول. يوم الاحد في شبرا الخيمه. انت كده ما عندكش اجازه خالص غير يوم الاثنين؟ يوم الاثنين يوم الاحد في شبرا الخيمه في السوق الجديد اللي هو بتاع ام بيومي دون، بجوار مول الرحمه. اي حد يجي عند مول الرحمه يرن عليا، مفيش مشكله. تمام. المحل ان شاء الله هنا يا جماعه مفتوح باذن الله اربع خميس وجمعه وسبت. في شحن لجميع المحافظات. ده المحل بسم الله ما شاء الله، المحل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والتشكيل واسع قوي، هتنبسطوا قوي هنا. عندنا كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله لو جيتوا هنا سوق المطريه هتنبسطوا فيه اكتر. كل حاجه موجوده ان شاء الله هتلاقوها، والسريدي والبركان والعمريه البورسل المفتوح ابو 48 جنيه موجود منها تشكيل جديد. وموجود العمريه ام 55 عمريه البيور. خلاص احنا بص يا مطوع، احنا كده اصلا يعني مع بعض والدنيا هاديه والجو رايق. احنا هنصور وناخدها كده اهوت براحتنا. اول باول هنمسك المحل من بره ايا كان هو مرصوص ازاي بالظبط. كل حاجه هنصورها واحده واحده واحنا داخلين كده، نقول سعرها كذا. دي كده ايه؟ دي المصريه الساده. ده المصريه الساده. احنا عندنا نوع تاني ساده اسمه ايه؟ اسمه 3 دي. اسمه 3 دي. ده هوريه لكم دلوقتي. هو حلو جدا جدا في الفينش النهائي، والشغل بيبقى شكله نظيف. هو شويه بيغلف في الخياطه بس شكله حلو. هوريه لكم دلوقتي فظيع. انا عن نفسي انا خدت منه واشتغلته كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. ده انت قلت كام؟ 35. طيب خلينا ندخل على الكوفرتا عشان شد عيني شويه. ده الكوفرتا البيكا اللي على قطن. الكوفرتا البيكا يا جماعه في منها العرض 2 متر ونص، تمام، او ال 42، تمام. وفي منها الجاكار اللي هو عرض 2 متر 80 2 متر 80 او 2 75. تمام. تمام. خلينا نبدا بالاشكال دي كده. الكوفرتا دي المتر بتاعها ب 90 جنيه. طب واحنا بنصور كده، هتقول لي على الرسومات ايه اللي موجود منها ملايات؟ الرسمه دي في منها الملايه. دي في منها الملايه بفضل الله يعني. دي في منها الملايه، ودي في منها ملايه. ماشي. دي في منها الملايه. تمام. ودي في منها الملايه. ماشي. ودي في منها الملايه بتاعتها. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. في الرسمه الزيت دي فرع الزيت دي الملايه بتاعته. موجود منها الملايه برضه؟ موجوده تمام. بالنسبه للكوفرتا اللي عرض 275 دي موجوده الملايه بتاعتها.
ودي موجود تقريبا الملايه بتاعتها، ودي موجود الملايه بتاعتها، ودي موجود الملايه بتاعتها برضه. تمام. والريشه موجوده الملايه بتاعتها. ماشي. طبعا احنا بنتكلم على المنقوش، لو حابه تدخلي معاها ساده فالساده كتير جدا في المحل تقدري توظفي. يعني ده مثلا ممكن ندخل معاه بيبي بلو او رصاصي فاتح، ده بالنسبه للملايات اللي مع الكوفرتا زي ما كنت منزله لكم فيديوهات قبل كده. تمام. والرسمه الدولفين دي في منها الملايه بتاعتها، وده برضو مع الساده البيبي بلو حلو جدا، ومع الكحلي الغامق في الباكستاني حلو جدا برضو. ده جميل برضو. دول برضو كوفرتا برضو عرض 275 في منهم الملايات بتاعتهم. ماشي. بفضل الله يعني. ده اللي هو عرض 2 متر. بصوا اصلا بيبان على طول في التصوير اهو، بيبقى عريض شويه، بيبقى التوب كبير كده وواقف. الرسمه دي حلوه قوي، عجباني قوي قوي قوي. ان شاء الله لما اشتغلها هصورها لكم. خلينا بقى بما اننا بره برضو كمتوا قبل ما ندخل نصور الايه باقي التشكيل عشان نبقى ناخد المحل من بره كده. النهارده يوم الجمعه طبعا انا مش معلق السردي كله. تمام. يوم الجمعه ده انا باجي لوحدي كده معلق يعني ايه حاجه شيشنا كده. والسردي الاطفال اهو، السردي يا جماعه سعره 38 جنيه وقابل للزياده. تمام. احنا قلنا الكوفرتا اللي احنا لسه مصورينها دلوقتي 92. دي 90 ايا كان عرضها. موجود المفرش الجزار بس انا ما وريتوش ليه. ماشي. موجود عندي الاوف وايت وموجود عندي الكشمير. تمام. ده كده اطفال 3 دي على فكره في تشكيل كتير جدا جدا جدا، بس النهارده زي ما قلت لكم الجمعه انا جايه في الروقان كده عشان نصور براحتنا، ما يبقاش في ايه كركبه كده ونجيب الحاجه براحتنا خالص. بس هو السلم بس محطوط مداري شويه على الرسمتين دول، بس في رسمه الرسم ده عجباني. بص اللون ده رايق قوي، اللي هي تاني رسمه لونها رايق قوي وحلوه قوي. وتشتغل في الكرانيش تبقى شكلها حلو قوي. واللي جنبها دي بصوا اللي هي الرصاصي دي برضو حلوه قوي، جميل. على فكره ال 3 دي بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين طبعا ان انا ما كنتش بشتغل 3 دي، بس انا اشتغلت الفتره اللي فاتت دي 3 دي لعميله هي طلبت بتبيعوا كده، بس حبيت. انا اكتشفت اصلا ان 3 دي فيه رسومات كتير قوي حلوه قوي قوي قوي، بس يمكن انا عشان مش بشتغل فيها قوي وما بركزش حتى في التصوير، ما كنتش بركز على الرسومات. وده حاجه زعلتني قوي لما اشتغلت فيه، في رسومات حلوه فعلا متهدره. فانا قلت لا الفتره الجايه لازم نركز لكم شويه وانا بصور ال 3 دي، ابقى اركز لكم على الرسومات حتى اللي انا اشتغلتها وعجبتني قوي. يعني بص الرسمه الرصاصي دي حلوه، تقليد العمريه دي جميله قوي. والرسمه دي كمان يا مطول، الرسمه دي حلوه قوي اللي نازل منها كوفرتا بتاعت العمريه برضه. كانت نازله في العمريه برضه. ما انا بقول انا نفسي لما اشتغلت وبدات اشتغل كده على الارض، حتى على فكره على المكنه في الخياطه حلوه جدا جدا جدا. خليني بقى نشوف كده. دي الساده بقى اللي انا كنت بكلمكم عليه من شويه، اللي تحس ان هو عامل زي الستان. ده بكام يا مطول؟ ده المتر بتاعه عامل 36 جنيه دلوقتي. يعني فرق عن المصريه كام؟ فرق عن المصريه جنيه واحد بس. انا عايزه اقول منزلين الوان فيها حلوه قوي، يعني الليموني ده والاحمر بتاعه في منه الوان تحس ان هو ستان، بس في نفس الوقت الخامه الترابي ده اللون جميل جدا. اللون اللي هو السموه. انا عايزه اقول ان هي مش خفيفه، لا ماسكه نفسها قوي، بس هي بتغلف يعني عايزه صنايع حلوه على المكنه. بس الفكره في الفينش النهائي والشغل تحفه، وبالاخص كمان لما تروح مكوه بقى وتيجي او تكويها بيبان جمالها قوي قوي قوي. خليني بقى اوريكم ان احنا كده بسم الله ما شاء الله. بص الاكواب كتير، الاكواب كتير، بس احنا هو مش فارد يعني ايه عشان لوحده كده، ففارد على القد كده. تمام. خلينا بقى نشوف ده الاطفال البركاه. بقالنا فتره كبيره ما صورناش اطفال بركاه. حلو اللون ده، هادي قوي بس حلو جديد. بس رايق كده. في ناس بتحب الالوان اللي هي هاديه قوي دي. تمام. طب خلينا ناخد كده اهو الجنب ده كده اهو، عشان يبقى ايه ال 3 دي بعده البركال على طول. هو في 3 دي؟ دي رسومات 3 دي اهي. تمام. ده كده رسومات 3 دي. الرسمه دي حلوه اشتغلتها. دي رسومات 3 دي. الرسمه اللي فيها لف دي برده كويس، ودي جميله قوي. اشتغلت دي رقيقه قوي. رقيقه. انت لسه فتحتش التوب بتاعها ولا فتحها كده؟ الرسمه ده انا اشتغلتها حلوه جدا، كرانيش وفلاي. حلوه يمشي معاها بطيخ ساده او يمشي معاها رصاصي فاتح. كنت مدخله معاها الدرجه دي برضو في الستان نازله، كانت جميله برضو. حاول توفر درجات الستان كلها لانها حلوه قوي مع الملايين. دي جميله اللي على احمر دي حلوه متوحده. في ناس بتحب الورده الحمراء دي. نحاول على قد ما اقدر افرد لكم كام رسمه في 3 دي لان انا مقصره في الموضوع ده جامد.
بص الرسمه دي 3 برضه لسه نازله لا جديد. ما شاء الله جميله جميله. دي يمشي معاها السردين الاحمر تحفه. ايوه جميله، الاحمر الستان ده خطير معاه، يبقى جميل جدا معاه. كل ده بقى الواناته اهي. تمام. افرد لي دي تقليد البركال، كانت بتنزل في البركال دي اول ما كانت نزلت نازلة. نزلت في البركال، كانت حلوه قوي. دي جميله برضه من الرسومات اللي هي وقماشتها طريه جدا، طريه وحلوه. قماشتها حلوه. احنا كده هندخل على اللي كتير هنا اهو عشان تصور. احنا كده بركال صح؟ اه اللي فوق ده كده بركال. ده كده بركان. في كام رسمه هنا اهو في الاول، رسمتين دول والكاروه والنجوم. في كام رسمه هنا بركال اهو. احنا كده يعتبر ده اصلا كده اطفال بركال، واحنا جايين كده وداخلين على الكبير البركال. فاكرين الرسمه اللي اشتغلناها ونزلناها كتير، رجعت تاني. والرسمه دي حلوه قوي برضو، قديمه بس حلوه قوي. اكتر الرسومات اللي اشتغلت فيها الورده الصغيره دي، العسل دي جميله. بسم الله ما شاء الله. فين اتواب البركال يا مطوع؟ كل بركان ورا السردين. ما نفردش كام والبركان رسمه، كله معروف. ما نفردش كام رسمه منهم كده. مش هنعرف نفرد. انا كنت عايزه افرد دي، بس لو تعرف تطلعها لي وانا بصور كده. ماشي. بص الرسمه دي حلوه، والرسمه دي جميله. احاول كده اصور لكم كل رسومات. خلي بالكم ان في كام رسمه كده من اللي هو الميكروفايبر لسه موجوده، يعني الرسمه بتاع الرسمه الصفرا دي، المقلم ده والمقلم اللي جنبه، النجوم. في كام رسمه كده مش حلوه قوي دي برضه، اللي هي على ارضيه بيج ده جميله. والمقلمه اللي فيها زهريه دي حلوه برضه، بسم الله ما شاء الله. الرسمه دي برضو كان اشتغلتها حلوه جدا الرسمه دي، وقماشتها طريه جدا، من اكتر الرسومات اللي عجبتني القماشه بتاعتها. بصوا برضو دي الميه بتاعتها حلوه جدا مع اللون البطيخي. دي جميله يا مطوع. لا على كافيه ده جميله. واصلا منزلين بركال بقالهم فتره طويله، انا اللي قصرت في التصوير يعني. بص الرسمه دي الله مقلبه من جنب. الله جميله. الجمال ده مديها منها فيها ماتشنج جميله. بص هو كده يعتبر التلت كده مقلم، والتلتين تحسها عمريه. انا لفتت نظري جدا في العرض، عشان كده قلت لك معلش اتعب وطلعها لنا. اول مره عيني تشوفها، ما اشتغلتهاش لسه، فقلت اطلعها لكم كده تشوفوها. عجبني قوي قوي بقى في البركال الجديد كل الرسومات اللي هي عامله زي العمريه دي، اللي هي المربعات دي. في رسمه النجمه دي برضه حلوه قوي. الرسمه دي اشتغلتها حلوه قوي. تمام. بصوا كده ده كده زي ما احنا ماشيين لسه بركال. انت قلت البركال بكام يا مطوع ولا ما قلت؟ 45 بركان. البركال ب 45 بركال جديد. كل ده بركال يا جماعه لحد هنا. ده بركال ب 45 جنيه. تمام. لحد الكارو ده كده، والرسمه اللي فيها نبيتي فوق ده كله بركال ب 45. من اول ما انا صورت من ورا كده وقلت لكم اطفال بركال. الرسمه دي حلوه برضه، اللي فيها ورقه شجر ده. طيب خلينا نكمل زي ما احنا عمريه. كل ده عمريه يا جماعه. انا عايزه اقول بقى العمريه بسم الله ما شاء الله منزل رسومات. انا بقالي فتره ما جيتش عشان كنت مضغوطه في الشغل شويه، بس يعني الرسمتين دول جديده. الرسمتين دول جداد. دول جداد. احنا كده عمريه من اللي هو ب 55. ده ب 55 عمريه البيور. تمام. ده جديد. رسمه فلافيلو دي جديده. حلوه الرسمه بتاع فلافيلو دي، لسه مقربه بعينها اكتر. دي جميله قوي الرسمه دي. جميله. المنقطه دي جديده. يعني في كام رسمه جداد. في الرسمه دي انا حابب ان انا افرد الرسمه دي. احنا هنفرد على فكره، احنا هنفرد عمريه كتير، لان العمريه نازل فيها تشكيل حلو قوي. هي الرسمه دي كده اهو. الله. مع درجه الساده دي. الله. تبقى حلوه قوي. تحفه خطيره. بسم الله ما شاء الله. غامق مع فاتح كده تبقى جميله قوي. الاتنين دول عاجبيني قوي برضه قوي. دي جميله الرسمه دي. الدرجه الساده بتاعتهم جميله. بص الدرجه اللي فوق دي برضو في الكرانيش تبقى حلوه جدا، اللي هي كشمير جنب. الرسمه دي جديده. الرسمه دي جديده. انا عينيا اول مره تشوفها. ايوه دي
ممكن يمشي معاها زيتوني ساده، او ممكن يمشي معاها درجه المنغمش دي. لا الساده اللي معاها في العرض حلوه قوي. والساده اللي معاها في العرض برضو حلو. الساده اللي معاها في العرض، بصوا الساده اللي معاها في العرض جميل جدا. دي في الكرانيش يبان جمالها قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا برضو هصور لكم. بص الفلامنكو دي معروفه بس موجوده هنا عند مطاوع. تمام. والعربيات برضو موجوده. في رسمه كل الباراشوت دي بثلاث الوانها. الباراشوت ده احنا مصورينها اخر مره بس دي برضو بالنسبه لي جديده. الرسمه دي جديده. احنا لسه هنروح عندها دلوقتي هنفردها. اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نصور برضو كل الاتواب عشان يبقوا عارفين. ده برضو ده عمريه بيور اللي هو ب 55. تمام. ده كل الرسومات. بصوا ده درجه. بص دي رسمه ودي رسمه. دي رسمه ودي رسمه يا جماعه. يعني رسمتين اتنين مختلفين اهو. بالنسبه لرسمه الريشه دي ممكن يمشي معاها المنغمش الساده ده يبقى حلو قوي. تمام. شوفوا كملنا الرصاصي ماشي. بنوريهم بس كل الاتواب اللي موجوده لان في حاجات مش موجوده في العرض. يعني الرسمه دي اللي موجود منها كوفرتا بره. دي موجود منها كوفرتا بره. تمام. خلينا نكمل هنا. احنا كده لسه احنا كده واحنا راجعين كده برضو نفس القصه يا مطوع. لا ده اللي هو العمريه البورصه المفتوح اللي هو اللي في الوش. اللي في الوش لحد. طب بلاش اللي في الوش كده لحد ما ايه. خلينا نكمل اللي هو ب 55 الاول. اخر ابو 55 اهو. اول ابو 55 كده. تمام. ايدك بقى كده معلش. ده اولنا كده ابو 55 تاني. ابو 55. تمام. في الرسمه دي جديده هنفردها لكم بره. دول جداد حلوين قوي دول. عندك الزلط بالوانها برضو كده الاثنين. لا اتنين ماتشنج. الرسمه اهي اللي انا بقول لكم عليها اللي فردتها لكم دي جميله في العرض. دي معاها السله بتاعها. وفي اللون اللبني الثالث بتاعهم بتاع الكشمير اللي وراه ده حلو قوي. تمام. والرسمه دي برضو جديده. الرسمتين دول بقى لفتوا نظر انا قوي. اول ما دخلت المحل عيني جيت عليهم على طول. الرسمه دي حلوه جدا على الطبيعه وخامتها حلوه جدا والوانها رايقه. والرسمه دي برضو جديده. ثلاث رسومات دول المقلم اكشف اللي انت كنت كاشفها دي في يدخل معاها لبني وكشمير. دي يدخل معاها لبني او كشمير. الاثنين حلوين جدا. ودي تقليد ده عمريه اللي هي شكل البورصه المقفول يا جماعه اللي هو شكل الباكستاني. ده نفس اللي نزل في الباكستاني بس نزل في العمريه. الرسمه دي برضو جميله من الرسومات اللي بحبها. بحس ان هي هاديه كده مع اللون. الرسمتين دول جداد اللي هي دي. الثلاثه دول جداد برضو. على الرسمه دي برضو مع البنفسجي تبقى حلوه. تبقى حلوه جدا. ماشي. خلينا نكمل كده العرض. الريشه اللي هو لسه قايل عليها دي المنقطه اللي اشتغلناها بالفلونكات ونزلتها لكم قبل كده على القناه. ده العصفوره ومعاها الماتشنج بتاعها. ده العصفوره في منها على ابيض وفي منها على كافيه نازله جديده وموجود الابيض برضه. خلينا بقى كده ايه لسه في عمريه تاني صح؟ الرسمه دي حلوه جدا اشتغلتها فاكرينها ونزلتها على القناه على فكره. دي جميله. الريشه الاتنين دول على ابيض وعلى بين كده حلوه جدا برضه. تدخل ماتشنج مع بعضها عادي. الرسمه الاولى دي مش هيبان جمالها غير لما تتفرد يا مطاوع. بصوا دول الاتنين دول اشتغلناهم برضو مع بعض معروفين. اللبنه دي جميله برضو. والكارو دي معروفه بتنطلب كتير. بص اول واحده دي مطوع جديده اللي جنبها فوشيا. انهي واحده؟ اول واحده خالص في جنب الحيطه اللي هناك دي. لا ده ليهم فتره بس ما كانتش. ما اعرفش يمكن من لون الفوشيا. ظهرها شويه بس عجبتني. انا بحب اللون الفوشيا اصلا في الملايه. طيب واللي جنبها عسلي دي اللي هي تاني واحده بعد الرصاصي دي برضو نازله بقى لها شويه. وانا بقى عشان عيني اول مره اشوفها. جميله يا مصطفى. شايف الرسمه دي؟ سنيك اهو. سنيك برضو ايه ماتشنج منها فيها برضو. هي الرسمه الصغيره دي. الرسمه المربع الكبير ده هو المربع الصغير ده. المربع الصغير ده بتاعه. تمام. عايز افرد لكم الرسمه دي برضو. ده اللي كنت بقول لك عليه يمشي معانا. ايوه ما تبانش الحاجات اللي هي الورود الصغيره دي غير لما تتفرد. جميله. في الرسمه دي برضو جميله. دي برضو على الطبيعه حلوه قوي. عارف دي شبيهه شويه اللي هو الميكروفايبر اللي كان نزل على ستان شويه.
بص الرسمه دي مطوع حلو، عايزه اشوفها. انا رسمه اول واحده. اول واحده مم. انا حاضر. حلوه دي برضو جميل. الرسمه دي يمشي معاها اصفر كناري، هيبقى حلو قوي. ما عشان كده قلت لك افردها، لان انا عجبني اللون ويمشي معاها الاصفر درجة اللي فيها بترول. قوي. انا عايزاك توريني الظهر بقى. او درجه بترول. ايوه لا جميله، عجبتني قوي. انا بحب الحاجات دي قوي اصلا في الفرش. كنت عايزه اشوف مين، كنت عايزه اشوف اللي فيها اخضر دي مطوع، اللي جنب الفوشيا. موجود منها تو؟ دي لا دي بتاعها في المرسل. طيب تمام. طب واللي هي جنبها عسلي على الشمال دي؟ تمام. حلو. انا بقول لك انا اول مره اشوف الرسمه دي، فحبيت ان انا اوريها لهم. الرسمه دي برضه حلوه، يمشي معاها زيتون، مش باينه خالص يعني، اشوف في العرض مش باينه يمشي زي. معاها اصفر. وعلى فكره دي كمان في اوض الاطفال، الناس ما بتحبش رسومات الاطفال اناناس وبتاع، حلو. فتحس ان هي ماشيه مع اوض الاطفال برضو حلو جميله بقى. جدا. ده كده انا هبدا معاكم بقى عمريه اللي بكام يا مطوع؟ 48 جنيه. 48 دي جنيه واحدة تمام غير. ماشي. خليني كده اوريكم رسومات الاطفال دي. الرسمه دي احنا فردناها قبل كده، كانت جميله جدا، اللي هي فيها البراد الشهيده. على فكره كانت نازله كمان في التبراك اللي هو اغلى حاجه في القماش، متقلده برضو. رسمه العروسه دي كانت نازله في التبراك ومتقلده في العمريه. بصوا العصافير ده هفردها لكم دلوقتي لانها جديده، والعروسه بالنسبه لي برضو الجديده انا ما فردتهاش معاكم قبل كده. رسمه البراد دي فردناها كتير. اللي تحت ده كله احنا صورناه قبل كده، بس حبيت ان انا اصور لكم تاني. المقلم مع اللي جنبها دي برضو كانت حلوه، صورناها. في رسومات جديده بقى دي خطيره، دي ان شاء الله هاخد منها ليا، حلوه جدا، وافردها لكم دلوقتي مع اللون العسل بتاعها جميل. عجبني اول لون الساده، واللون والملايه عجبتني عشان ارضيتها فاتحه، وفي نفس الوقت هتشرب من اللون الغامق بتاع العسل ده، هيبقى حلو جدا. من اكتر الرسومات اللي عجبتني وشدت عيني اول ما دخلت المحل. هنكمل كده. الرسمه دي برضو الجميله اللي احنا عملنا منها كوفرته مع ملايه ساده، فاكرينها؟ نازل منها في الكوفرتات على فكره، شكلها حلو قوي. ده كده برضو زي ما احنا في عمريه ب48. دي برضو حلوه قوي، كانت بتنزل في العمريه اللي ب55، موجوده برضو في 48، حلوه جدا. القلوب برضو موجوده في الاتنين. الرسمه دي بقى خطيره، دي اللي احنا صورنا منها بره اول ما دخلنا في المحل. كان في منها كوفرت عجباني قوي قوي، بس نفسي اشوف لها درجه ساده تمشي معاها تكون كويسه. فانا كده ايه احاول برضو لو لقيت درجه ساده تمشي معاها اصور لكم دلوقتي. احنا كده لحد هنا كده عمريه ب48. تعالوا بقى نفرد الكام رسمه دي. ايوه هات لي بقى الرسمه دي. الرسمه دي اللي مع العسلي انا بقول لهم عليها، دي حلوه جدا، دي جميله بمعنى كلمه جميله. ده العسل ده بتاعها اهو، خطيره بس العسل جميله بتاعها قوي اهو. قوي قوي. المشجره دي ب48، الساده ده ب50. تمام. الساده ده طب ما جاي الساده أغلى كله شوية. 48. لا الساده ده جاي اغلى شويه، في كام لون جايين ايه اعلى شويه. ما فيش مشكله، بس ماشي، بس حلوه قوي. وريني دي، وريني دي يا مطوع. افرد لي دي اللي في منها كوفرته، دي جميله. دي جميله قوي برضو. الرسمه دي بحبها قوي انا عن نفسي. رسمه تحفه بجد، جميله جميله جميله. على فكره انا يعني الحاجه اللي بتشدني قوي قوي تلاقيني بتك عليها في الكلام شويه، فدي من اكتر الرسومات اللي عجباني، وان شاء الله هاخد منها ليا برضه. تحفه. ده اللي احنا صورناه في اول المحل، كان فيه منه كوفرتات، ده ب 48 برضه كان طبعا. 48 كل الصف اللي تحت ده لونهم كله الاتنين جمال. 48 جنيه بفضل الله يعني. حلوين كل ده قوي بسم الله 48. ما شاء الله. الكارو برضو الجميله بسم الله ما شاء الله. هفرد لكم بقى كام رسمه اطفال اللي قلت لكم عليه جنيه. طيب ركزوا معايا بقى، عشان في رسومات اطفال من اللي ب 55 كانت محطوطه في ابو 48، فانا حبيت افردها عشان اوريها لكم. الرسمه دي حلوه جدا جدا، رسمه الصباره دي. على فكره انتوا تقدروا تاخدوا، كان في صباره بس لا دي فاتحه شويه مش هتنفع. ده يمشي مع الساده اللي انت كنت مدخله لنا امتى. هاتولي كده. ايوه جميل جدا معاه. ده كده رسومات اطفال اهي، تحسوا ان هي ما فيهاش رسومات اطفال بس شكلها حلو، تمشي اوض شباب تبقى حلوه جدا.
ده الرسمه اللي انا صورتها لكم دلوقتي دي ب55، لكن ده ب48. ده 48. ده 48، ده 55. ده يمشي معاها درجه الموف الهاديه قوي، تبقى جميله. الموف ده تبقى حلوه قوي، في الوان كتير تمشي معاها، بس هو الموف شارب منها اكتر. ده برضو في نفس القصه، لو دخلته معاها الموف ده انا اشتغلتها بقى، او الفستون ده اشتغلتها في التبرقه ب85، نازله في العمريه ب55. تمام ما شاء الله. انا عايزه اصور بقى الكوفرتات الساده، كوفرتات البيكا الساده بنفس السعر يا مطوع ب90. تمام. ده الوان الكوفرتا الساده. عندك الوان تانية ولا هو ده اللي متوفر دلوقتي؟ الرصاصي والبامبا، الرصاصي الغامق والبامبا والجنزاري. الجنزاري ده من النادر لما تلاقوه. تمام. السيمون والموف. درجه الموف ده حلو برضه قوي. ودي بطيخه يا جماعه عشان هتبان في التصوير احمر، بطيخي غامق. تمام. وده اللي هو الفستون. والدرجه دي من الدرجات الحلوه قوي اللي بحبها، درجة الكشمير، لا هي فوشيا ولا فاقع، هي فوشيا ولا هي كشمير فاتح، ولا هي كشمير برضه. درجة الزيتون دي برضه من النادر لما تلاقوها في الكوفرتات. في الدرجة دي برضه اللي هي المدية على كشمير فاتح والسكري الوفاي. تمام. تعالى بقى نروح على المطرز. السادة المطرز، السادة المطرز ده جديد. تمام. خليني بقى اوريكم كل الوان السادة المطرز. هو مطرز على خامة مش عمرية، مطرز على خامة زي المصرية كده، او العياش اللي كانت نزلت وانتشرت دي. فاكرينها خامة العياش اللي هي دخلت على المصرية؟ هم مطرزين عليها الرسومات دي، وبيوفقوا كل لونين مع بعض. يعني تقدري تاخدي اللون ده مع اللون الرصاصي، تعملوا خداديات من اللون ده مثلا والملاية رصاصي، او الملاية من ده وخداديات رصاصي. برضو في نفس القصة ما بين النبيتي والرصاصي. بصوا الحوار، يعني هي الوردة دي تحس ان هي شاربة شوية من اللون ده، وتحس ان هي برضو ماشية مع النبيت المحمر ده. يعني الرصاصي مع النبيت المحمر ده تقدري تاخدي منه كيس مخدات او خداديات، وتعملي مثلا مخدات والملاية من النبيتي. برضو عندك الابيض والزيتوني، الابيض مع الزيتون الغامق ومع الزيتون الفاتح، يمشي مع الاتنين. الكشمير لا، مفيش درجة تمشي مع الكشمير من الفواكه. اللبني دي ممكن تاخدي الابيض مثلا مع اللبن الغامق. وعندك السكري وعندك البيج ممكن تاخدها مع النبيتي. يعني عندك البيج فيها وردة نبيتي تقدري تمشيها مع النبيتي، واللون السيمون في نبيتي ده تقدري تمشيه مع النبيتي برضه. عندك الابيض على لبني وابيض على جنزاري، وعندك الكشمير في اوفواي. ده كده كل الوان المطرز. قول لنا بقى الاسعار يا مطوع. اسعار المطرز ده يا جماعه ب60. الباكستاني وفوق منه اهو ب65 جنيه. تمام. خلينا بقى ندخل كده نكمل تصوير الباكستاني اللي انا كنت صورته لكم من فتره. نزل الوان الساده بتاع الكحل، يعني احنا معانا ساده كحل مشبح على فكره. كل الساده تقدري تدخلي مع المنقوش، وتقدري تستخدمي الساده ده كله كملايات باستك للعرايس. جميل، احنا بنشتغلها ملايات باستك ساده حلوه جدا، لان التشبيحه دي بتحس ان هي ناطقه الملايه شويه. فبسم الله ما شاء الله. دي الالوان البطوله على فكره. مطوع كان موفر الوان كمان اكتر من كده، بس انا ما صورتش زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت. خليني بقى اصور لكم كده الباكستان اللي في العرض ده. الاطفال صور دي يا ماما. كشمير ده عمريه، يعني انت تقدري تاخدي ساده عمريه تدخليها عادي مع الباكستان. البيج ده عمريه مفيش مشكله. ماشي. الرسمه دي بتعجبني قوي بقى. ليه؟ عشان رسمه الاهرامات والجو ده تحسوه شويه شبابي، يعني في اوضه الشباب بتبقى حلوه جدا. يمشي معاها الفراني، هوريكم درجه الفراني اهو. يمشي معاها الفراني ويمشي معاها البيبي بلو اللي هو درجه البيبي بلو ده، بس ده عمريه خلي بالكم. تمام. هصور لكم بقى كده الرسومات. مطوع مدخل الالوان الساده اللي مش متوفره في الباكستاني، جايب عمريه وحطيته في العرض عشان تقدري تستوعبي اللي يمشي في الالوان مع بعض. يعني اللون ده مع ده حلو جدا اهو. الرسمه الحمراء دي انا فردتها معاكم قبل كده، بس انا حبيت اصور ثاني واوريكم الباكستان عشان الناس اللي بتتفرج على فيديوهات اول مره بقى بتشوفوني. ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديوهاتي اللي هنزلها الفتره الجايه. خلينا نكمل مع بعض الباكستاني. اللون ده حلو جدا مع الزيتون، ده حلو على الطبيعه، تحس ان في الارضيه تشبيحه حلوه كده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الرسمه دي اللي انا اخدتها ليا مع الكحل حلو جدا، واللي جنبها تمشي مع الكحل برضه. ده مع الكشمير حلو جدا. عندك الكشمير اهو برضو غير الكشمير اللي في العرض، يعني الكشمير ده يمشي مع الرسمه دي. والساده اللي جنبها ده عمريه.
الرسم بتاع حرف الان ده صورناه مع بعض. خلي بالكم المنقوش احنا كنا فردناه كله، بس كان ناقص الوان الساده وقتها، فانا حبيت اوريكم الالوان الساده جنبها. ده البيج معاها، وكان معاها البيبي بلو بس خلصان حاليا. بص الرسمه دي برضو جميله قوي. طب كده انا حاولت ان انا الم لكم الدنيا في المحل كله. حبيت ان انا اقول لكم الاسعار واحنا ماشيين اول باول، بحيث ان انتم ما تتوهوش في الاشكال. يعني الاسعار لو اتقالت في الاول من غير ما تشوفي الخامات والرسومات اللي متوفره مش هتبقوا مستوعبينها قوي. فانا حبيت وانا ماشيه كده واحده واحده اصور لكم. حبيت بس كمان اوريكم المحل الجديد بتاع مطوع، وقد ايه لم تشكيل حلو جدا بسم الله ما شاء الله، والدنيا واسعه هنا. في بصوا الكنارات دي يا بنات حاجات جديده جدا، تقدري بقى تدخليها وتشكلي في الملايات الساده براحتك خالص. بص ده وقع مننا، اوريكم ده كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. رسومات كتير كتير. تعالوا وشوفوا على الطبيعه الحاجات بتاع الاطفال دي برضو، اللي هي الدباديب. الحاجات دي اسعارها ايه مطوع؟ الاطفال ب 12 اللي هو الدباديب ده. والكبير ب 10. الو بسم الله ما شاء الله، عنده شويه تشكيل حلو. بص الذهبي في اسود ده حلو برضو، كوكمار شكله حلو جدا. تعالوا بقى شوفوا الحاجات دي على الطبيعه جميله. لو حابين حاولوا ان انتوا تنزلوا يوم الخميس، لان المحل هنا الاضاءه حلوه والتشكيل واسع، وفردين الشغل بشكل يعني يبين لك اكتر العرض ويبين لك التشكيل. ربنا يا رب يجعلها فتحة خير عليه ويملاه له بركه ورزق دايما، امين يا رب العالمين. مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. لو عجبك الفيديو ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.